والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن أنواع الفريم. في 4 أنواع للفريم أو 4 حاجات بيتصنع منهم الفريم. الفريم أو كادر العجلة اللي هو الهيكل بتاع العجلة بيتصنع من 4 أنواع. أول نوع معانا وهو الحديد. تاني نوع معانا الألمونيوم. تالت نوع معانا ألياف الكربون أو الكربون. رابع حاجة معانا التيتانيوم. ال4 حاجات دول بيتصنع منهم كادر العجلة. هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل من مميزات وعيوب، وهنشرح كل واحد فيهم إن شاء الله. أول حاجة معانا وهي الحديد. الكادر المصنوع من حديد إيه مميزاته؟ أول حاجة في مميزاته إن هو رخيص الثمن. العجل اللي أنا بشتريه مصنوع من الحديد بيبقى ثمنه رخيص، وبيبقى أرخص أنواع العجل بتبقى مصنوعة من الحديد. ديت أول حاجة إن هو رخيص الثمن. تاني حاجة إن هو سهل اللحام. يعني مثلا لو العجلة اتكسرت مني لا قدر الله، بيبقى سهل إن أنا أوديها عند أي حد وألحمها، وسهل إن أنا أعالج الموضوع على عكس الأنواع التانية. تالت حاجة معانا برضو في مميزات الحديد وإن هو بيمتص الصدمات. يعني إيه بيمتص الصدمات؟ يعني في أي مطب مثلا تلاقي الحديد بيمتص الصدمة، فعقبال ما الصدمة توصل لدراعك أو الرجة ديت توصل لدراعك بيكون قليلة جدا أو انتهت أصلا، فما بيأثرش على الدراع أو بيسبب لك إصابة، على عكس أنواع تانية وهنتكلم عنها برضه. دي مميزات الحديد. ورابع ميزة وأهم ميزة فيهم إن هو متين. المتانة بتاعته عالية جدا، يعني الحديد من أمتن الحاجات والصلابة بتاعته عالية. نتكلم بقى عن عيوب الحديد. من عيوب الحديد أول حاجة إنه تقيل الوزن. الوزن بتاعه ثقيل جدا. يعني العجل المصنع من الحديد بيبقى الوزن بتاعه تقيل، وده ما بيبقاش حلو في الحركة وسهولة الحركة. وبتبقى العجلة بتاعت مشاوير مثلا، ما بتبقاش عجلة سباقات أو كده خالص عشان وزنه تقيل. ديت عيوب الحديد. نتكلم بقى عن مميزات الألمونيوم. أول حاجة في مميزات الألمونيوم إن هو خفيف الوزن. الألمونيوم عندنا بيبقى خفيف الوزن جدا، فدي حاجة بتخليه سلس وسهل الحركة معاك. يبقى من المميزات بتاعت الألمونيوم إن هو خفيف الوزن. طب عيوب الألمونيوم. نتكلم عن عيوب الألمونيوم، هنقول إن هو أقل متانة شوية كده من الحديد. يعني أقل متانة قليل كده من الحديد. الحديد أمتن منه وبعدين هو أقل متانة شوية. طب تاني عيب في الألمونيوم إنه ثمنه مرتفع. ثمن العجل بيبقى مرتفع عن الحديد شوية بسبب إنه هو أخف وبينفع في الرايدات والسباقات وكده، لازم يبقى ثمنه أغلى شوية. تالت حاجة إن هو لو العجلة اتكسرت بيبقى صعب أو بتدفع فلوس كتير عشان تصلحها ومبترجعش زي الأول. فدوت عيب برضو كبير في الألمونيوم. حاجة معانا الكربون. هنتكلم عن مميزات الكربون. الميزة اللي شفتها في الكربون الوحيدة يعتبر إن هو سهل التشكيل، أسهل من الحديد والألمونيوم، فبالتالي بيبقى انسيابيا والشكل الانسيابي بتاعه بيبقى جميل. يعني بص على عجل الكربون هتلاقي أغلبيته الانسيابية بتاعته جامدة قوي وبيخترق الهواء، عشان كده بيصنعوا العجل بتاع السباقات منه. طب إيه مشاكله أو إيه عيوبه؟ عيوبه أول عيب معانا إن هو أقل متانة من الألمونيوم. أقل متانة من الألمونيوم، فبالتالي بيتكسر أسرع من الألمونيوم أو بيتكسر مع حاجة بسيطة من الضغط شوية. يعني لو زودت الضغط عليه شوية بينكسر، بس في نفس الوقت خفيف في الوزن والانسيابية بتاعته عالية، فعشان كده بيعملوه منه عجل السباق. رابع حاجة معانا وهي التيتانيوم. والتيتانيوم غالبيا أو في الأغلب بيبقى جاي باللون الفضي الغامق. مميزات التيتانيوم إنه وزن خفيف. الوزن بتاعه خفيف. تاني حاجة المتانة بتاعته عالية جدا. مميزاته كتير جدا، يعني بيجمع من مميزات العجل كلها.
وعيوبه ان هو غالي الثمن جدا جدا جدا. بيتصنع برضه منه عجل السباق، والعجل اللي بيتصنع منه ده بيبقى غالي وسعره مبالغ فيه جامد. ليه؟ بسبب ان هو بيجمع بين متانة الحديد، وفي نفس الوقت بيجمع بين خفة الألمونيوم أو خفة الكربون، فبيعمل ميكس في الاتنين. فبيبقى معاك عجلة قوية وفي نفس الوقت العجلة تستحمل، والعجلة بتبقى سريعة وخفيفة وانسيابية. فأفضل عجل في العجل كله اللي الكادر بتاعه مصنع من التيتانيوم. كده تكون انتهت حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو استفدت قول لنا في التعليقات ان انت استفدت، واطلب مننا حاجة نعملها الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.